خاصة جدا. طاقم التحكيم الجنوب افريقي يتقدم الفريقين في دخين. احمد رقم 6، بركات 8، وفي الامام الثلاثي جدو رقم 10، فرانسيس دو رقم 29، ومحمد طلعت رقم 16. خطيرة جدا النادي الاهلي يرد بقوة وكرة ولا يوجد تسلل، وصبحي وضربة ركنية، لكن يبدو ان هناك صفارة. هذه المباراة كرة للاسماعيلي تترد بهجمة خطيرة جدا لبركات، ثم كرة اخرى لاحمد السيد. الكرة العرضية الجميلة من احمد سمير فرج ترد الى حمص، وفرصة للتسديد، مش ممكن، جول، هدف للدراويش. بالنسبة للأهلي جاء عن طريق محمد بركات اللاعب السابق للنادي الإسماعيلي، تسديدة قوية جدا باليسار يتمكن من تحقيق الهدف الثاني، هدف التعادل. لكن دقيقتين بعد تقريبا الإسماعيلي يأخذ الأسبقية من جديد، وأحمد علي هو الذي يسجل الهدف الثاني لينهي الإسماعيلي الشوط الأول متفوق بنتيجة 2 مقابل هدف.